الكلام انت عاوز لا وقت ارد عليك. ما هديك ده كلام الشيخ مش انا بس بفسر كلام الشيخ انا بالمصري. سمعت كلام الشيخ. فدلوقتي المطلوب كما قال الشيخ الزام. لماذا لا تأتي بالامام الحجة المعصوم كي تترك له الفرصة على صفا يبلغ دين الله؟ يعني في افضل من كده؟ في افضل من كده يا اخي؟ يعني قناة صفا دي دولة تكلف. يعني لو ان صفا دي دولة ولها امن ولها كذا وبتقول الكلام ده ده انت لا تملك امن نفسك. انت لو انك دولة وبتدعو الراجل يدخل الدولة بالاعلام يعني علشان تقدر تحميه، علشان تقدر تحميه. هو جاي من ايه؟ من امريكا ومن هو صورته مطبوعة قدام الناس في ومن صورته مطبوعة عند الناس يعني لو مشي الامام احمد يعني الكلام على كده بس تهريج. لا انا بقول لك بقى مش انت عايز يجي لا يعني انت محسسني ان هو نجم هوليود يعني فالناس عارفاه، واخد بالك انت؟ هو تحريم ايه ما تعرفوش يعني لو هو جاي كنت ما تعرفوش يعني بعد اذنك يا شيخ خالد يعني لو هو الامام احمد امريكا جايه العراق علشان لان عارفه ان نهايتها امريكا جايه العراق على ايوه اذا كنتوا ما تعرفوش هم يعرفوه كان في مخاطبات بينه وبين بوش. طب تفسر ليه دي يا اخوانا؟ اخ الشاوي بيقول ان امريكا غزت العراق من اجل القضاء على احمد الحسن. نعم. ما العلاقه بينهما؟ يعني هم جايين علشان البترول ما كانوش العراقيين هيشربوه، كانوا هيدوه لهم وبالفلوس احسن من الدم بتاع الناس دول وكذا. امريكا جايه تحافظ على حياتها لان هي عارفه ان نهايتها على يد هذا الرجل احمد الحسن. وهم أدرى منكم بيه لأنهم دارسين ومنصفين وبيقرأوا وعارفين من هو عدوهم الأصلي اللي هيقضي عليه وجايين علشان كده. انت مصدق الكلام ده؟ وانت مصدق الكلام ده؟ طبعا انا متأكد من الكلام. انا متأكد من الكلام ده. ايوه كان في رسائل وجهها لبوش وقال له انا الذي سأفعل وافعل والرسائل موجودة على الموقع. يعني ارسله الله الى بوش بس واحنا ليش ما يخاطبنا؟ مين اللي قال لك انه ما خاطبكش؟ انت اللي بتضع اصبعك في اهو انت اللي مش عاوز تسمع. فده انا اريد اسمع صوته. عرف ما هل اضغط عليه في الموقع؟ اشمعنى تسمع صوته؟ اساله في الموقع اكتب له ما شئت. وهيرد عليك. طب ما عنديش مش عارف يعني ستي جدتي لامي اكتب لها وحطها في النت بتاعها. مواليد سنه 3 1900 يعني عندها 107 سنه. والله يا شيخ شوقي انا ما بكذب. 107 سنه دي المسكينه دي تروح ليه بقى مع المهدي؟ اصبح الان النت ولا تقرا ولا تكتب ولا تقرا. دي تبعث على نيتها. دي اوقات دي عرفت الفتره. دي اوقات الفتره. عندنا اكثر من 70% من المصريين حاصلين على مؤهلات عليا لا يجيدون استخدام الكمبيوتر. ما يجراش حاجه. هي الاميه الان هي اميه الكمبيوتر. الاميه الان مش اميه القراءه. ذنبهم ايه طيب الناس دي ذنبها ايه؟ ما ذنبهاش حاجه. حد قال لك ان هم في النار ولا حد قال لك ان هم كده؟ طالما ما وصلهمش يبقى هم خلاص على الفكره. الاصل ان لما كنا مع نعود لموضوع الاصلي والوقت قاعده. حضراتكم قلتوا ان انا برفض الكتب. انا رفضت وقلت لك قاعده اننا نرفض ما يخالف كتاب الله والمتواتر عن رسول الله. ما في هذا بالله عليك. الكتب مليانه الغث والسمين. فعندنا ميزان بنزل فيه منه الغث والسمين. فيها ايه يبقى هنا برفض الكتب؟ بس انت قايل ان انا مش عارف فطرت كده عندي خرافه ومعجزه وكرامه. هي كرامه. لا بس هي الكرامه. لا خلينا في المعجزه. يبقى المعجزه والخرافه الفرق بين الاثنين ان المعجزه يثبتها الله بدليل في القران لان الله اذا قال ومن اصدق من الله قيلا. كل المعاجز كتبها ربنا في القران. اين في كتاب الله ان الرجل بلاش ابو طالب انسى ابو طالب خالص. تبقى معجزه منين؟ ان ابو طالب ادعى رجلا في العالم كله در لبنا لرجل. والله ده دي انا اصدق ان موسى بالحجر فانفجر انا شفتها بعيني. انت شفت المعجزه بعيني رأسي مش بيرضع. رجل بيرضع. هيوصل صدره كده يطلع بلاد. رجل بيطلع يرضع. ايوه انا بكلم يرضع. شوفوا بأبطال العالم في كمال اجسامه وكذا يخرج منهم لا. يخرج منهم لا. انا معاك اصدقك بس هو بيقول لك ايه؟ فظل عده ايام القمه عده ايام. هنا المعجزه. الامر العادي ان القوه الراجل القوي بيتك على صدره كده ممكن يطلع منه نقطه لا دكتور. طيب انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام.